السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض محافظة دمياط صفحة 56 57 ملحق سلاح التلميذ لغة عربية. يا ريت يا شباب ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. نقول بسم الله صح وخطأ على علي تلميذ في الصف الخامس الابتدائي، هتقول له خطأ. علي متفوق ومحبوب من زملائه والمعلمين، صح. سر تفوق علي ايه؟ هتقول له حسن الانصات للمعلمين. بيقول لك هنا اكتب مذكراتك اليومية عن رحلة من رحلاتك المدرسية أو العائلية مراعيا عناصر كتابة المذكرات اليومية. بص، هات أي رحلة أنت خرجت بها مع أهلك وفرحان بيها واكتبها. حديقة حيوان، سافرت مصر، اسكندرية، رحت عند جدتك، حاجة يوم كده تكون أنت بتحبه، بس هو بيقول لك رحلة مدرسية أو عائلية. طيب هنقول السبت 10 سبتمبر 2023 الساعة 4 عصرا، كان اليوم أجمل أيام حياتي على الإطلاق. ذهبت أنا وأسرتي إلى شاطئ الإسكندرية حيث جمال البحر والطبيعة والهدوء. قبل الرحلة كنت متحمسا جدا لهذا المكان لكثرة ما سمعت عنه، ولعبت أنا وإخواتي بألعاب جميلة واستمتعنا بمشاهدة المناظر الجميلة الخلابة الرائعة. ثم اشترى أبي الطعام فأكلنا وشربنا وانتهى اليوم سريعا وعدنا للمنزل، وحكيت لأصدقائي عن المكان وجماله. ليس هناك أجمل من الشعور بالحب والمودة. يلا يا بطل. بيقول لك هنا النص الأدبي، اقرأ ثم أجب. فرغ أحمد من تصميم اللافتة التي طلبها المعلم والتي كتب فيها تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. قرأ الأب اللافتة وأعجب بالعبارة قائلا وسأل ابنه هل تعرف معنى هذه العبارة يا أحمد؟ فقال أحمد بالتأكيد يا أبي، فكما أننا نراعي استخدام أفضل الكلمات للتعبير عما نقول يجب أن نلتزم بآداب الاستماع. فقال الأب وما آداب الاستماع؟ قال أحمد الإنصات باهتمام للمتحدث، عدم الانشغال عنه، عدم مقاطعته، الرد بشكل رائق. مرادف الإنصات يعني الاستماع باهتمام. مفرد آداب أدب. هدف اللافتة التي كتبها أحمد حث التلاميذ على حسن إيه؟ هتقول له الاستماع. بما أعجب الأب؟ هتقول له باللافتة بتاعت ابنه أحمد، هتقول له أعجب الأب بلافتة أحمد وبالعبارة التي كتب فيها تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. اذكر أدبين من آداب الاستماع كما فهمت من الفقرة. هتقول له الاهتمام باستماع، الإنصات باهتمام للمتحدث، عدم الانشغال عنه. النص المعلوماتي، اقرأ ثم أجب. ولد لويس برايل في فرنسا، تعرض وهو في الثالثة من عمره لحادثة أفقدته بصره ولم يستسلم وواصل تعليمه. كان طالبا ذكيا ومتفوقا في الموسيقى، وحصل على منحة تعليمية في معهد للمكفوفين، ولكن طريقة التعليم بالمعهد كانت صعبة فاخترع طريقة للقراءة عرفت باسم طريقة برايل، وهي طباعة الكلمات بحروف بارزة يلمسها المكفوف بأنامله فيعرف ما كتب بعد أن يتم تدريبه. وبعد ذلك استطاع المكفوف من مواصلة التعليم بفضل برايل الذي اطلق عليه الأعمى الذي أضاء عالم المكفوفين. حلنا صفحة 56، ننتقل لصفحة 57. متنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. بيقول لك هنا صح وخطأ. بيقول لك هنا اختار معنى بارزة يعني ظاهرة. المكفوف الذي فقد بصره. ولد لويس برايل في فرنسا. كيف أضاء برايل لعالم المكفوفين؟ هتقول له باختراع طريقة للقراءة عرفت باسم طريقة برايل، وهي طباعة الكلمات بحروف بارزة يلمسها المكفوف بأنامله فيعرف ما كتب. يبقى باختراع طريقة للقراءة عرفت باسم طريقة برايل، وهي طباعة الكلمات بحروف بارزة بيلمسها المكفوف بأنامله فيعرف ما كتب. النص الشعري، اقرأ ثم أجب. بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك المجد يبني بالشباب فنادي لقوم شعب من شهي الرقاد، ويطير كالنسر المحلق يحمي تلك البلاد بمخلب وفؤاد، وتظل يا وطن الكرام حصينا يحيا شبابك هم عتاد بلادي. معنى رقاد يعني نوم وغفلة، عتاد البلاد كما فهمت من الأبيات يعني الشباب. بما شبه الشعر الشباب كما فهمت من البيت التاني تقول له شبه الشباب بالنسر الذي يحلق ليحمي البلاد. شبه الشباب بالنسر الذي يحلق ليحمي البلاد. يلا يا حبايبي القواعد النحوية. جملة بها اسم نكرة هتقول له رتبت غرفة من الغرف. اختر الجملة الصحيحة. أبوك رجل كريم. القمر ساطع بنوره. نوع الخبر هنا هتقول له مفرد. الأمين يستحق حب الناس. الضمير في الجملة هنا هتقول له مستتر. الأمين يستحق هو. هنا
ضمير مستتر تقديره هو بعد يستحق. أدخل كان بدل إن مع الضبط. إن العامل ملتزم في عمله، هتقول له كان العامل ملتزما في عمله. ما ننساش سؤال الخط. نيجي للإملة. التواضع من صفات، بيقول لك صوب بقى الخطأ اللي في العمارة دي، اللي في العبارة دي أو في الجملة دي. التواضع من صفات العظماء. أولا كلمة صفات تكتب بهذا الشكل، وكلمة العظماء الهمزة على السطر. لأن المتواضع بيرى أعماله. أعمالها هي شباب هاء مربوطة مش تاء مربوطة. بسيطة هي شباب. فكن متواضعا تنوين بالفتح. تكن محبوبا من الله والناس، وتحط ايه نقطة، لان دي جملة تامة. بكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. حلينا مع بعض محافظة دمياط صفحة 56 57 ملحق سلاح التلميذ لغة عربية الصف السادس. يا ريت يا شباب ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. مع السلامة.